هذاك البيلوت خطره في الحج في 2019. اي جماعه الوكاله تاع تفريج جزاهم الله خير، قال لك الشيخ والارواح كنت تعطي تنبيه للحجاج على الاحرام، رانا في الطياره. قلت لهم كيفاش نهضر هكذا؟ قال لك روح لقمره القياده، روح شد التليفون واهضر. فشدينا هذا التليفون يسمعوا كما يسمعوا البيلوت، نحن فوق كذا على كذا. فتكلمت على الاحرام وعن النيه والامور. بعد كملنا وصلنا للمطار تاع سيد جده ولا من المدينه. احنا جينا هابطين، البيلوت هذا قال لي شيخ سؤال معليش، قال الشيخ هل يجوز تكرار العمره؟ يعني تعتمر نفسك ومن بعد دير عمره لواحد. قلت له نعم، بديت نذكر له في الادله. هو قال لي ما يجوزش. قلت له اسمع طياره واش كان نسوق فيها؟ قال لي نعم. قلت له جيت سوقت معاك والله كيما نقول لك. قلت له دوك تجي تسوق معايا انت؟ هيا خليني ابقى على خير. الشيخ اسمح لي. خلاص يا اخي انت تسال انا اجيب، طبق ما تطبقش شغلك. لو كانت الطياره تحب ترجع بها ماشارير، تحب تطير بها، تحب تنحي لها الرود وتديرها جوع ليله تلعب بها، انني رايح على روحي. يعني سبحان الله بالك راه يسمع فينا على كل حال. ولكن الشاهد من الكلام انه كل واحد وشغله، شاكا يعني سون ميتي. لي فاش سون بيان غاردي، هذه هي. وهذه الجماعه اللي ما يحبوش كي نهضروا بالفرنسيه، روح افتح الديكسيونير ويشرحوا هيك.